أهلا بكم. أهلا بكم في مطروح. أهلا بكم في حفل افتتاح فريق أدباء مصر في دورته السادسة. أرحب بكم واسمحوا لي أن نرحب بالسيد النواب سعد خليل محافظ مرسى مطروح. كما أرحب أيضا بالسيد الدكتور أحمد مجاهد رئيس الهيئة العامة في قسم الثقافة. أرحب كذلك بالأديب الكبير خيري شلبي رئيس المؤتمر، والأديب المبدع سيد الوكيل أمين عامل المؤتمر. مرحبا بهم وبكم جميعا جمعنا الكريم من أدباء ومبدعين نقاد وصحفيين وإعلاميين. أهلا بكم في رحاب مطروح مجددا. فها نحن نعود بعد 8 أعوام إليك بعد دورة عام 2000 التي انعقدت هنا، وتحت عنوان جديد للمؤتمر هذا العام مستمد من الواقع الثقافي في مصر، كما كان المؤتمر دائما متواصلا مع هموم وقضايا المثقفين في مصر مع حواراتهم وأفكارهم. والدورة 23 للمؤتمر تؤكد على هذا التواصل وهذه المواكبة. وقضية السرد واحدة من أكثر القضايا التي شهرت الرأي العام الأدبية والثقافية في مصر في الفترة الماضية، ومن هنا كان عنوان المؤتمر هذا العام أسئلة السرد الجديد، ليفتح الآفاق أمام مبدعي ومثقفي مصر ليطرحوا أسئلتهم حول السرد وإشكالياته. سيداتي وسادتي، إنه لشرف لي أن أقف اليوم بينكم بين هذه الهامات الأدبية العالية. شرف لي أن أكون مريدا في حضرتكم أصحاب الكلمة وإيقاعات الحق، فطالما تعلمت منكم وطالما وردت ينابيع إبداعاتكم فلم يخذلني برود ولم أعد أبدا بغير الدين. في المؤتمر الثالث الذي انعقد في الجيزة عام 1987 كانت الأمانة قد قررت وقتها أن تكرم والدي الشاعر الراحل عبد الله السيد شرف، وكنت معه صبيا صغيرا يبهرني الحفل والأضواء والجمع الحاشد. تعثرت وأنا أصعد معه ليتسلم جائزته، وها أنا بعد 21 عاما أقف أمامكم على خشبة المسرح لأقدم حفل افتتاح المؤتمر 23 وأدوى لا تعثر. وإن كان فأستمعكم عذرا، فالمركب صعب، واعتذاري مقدما أنني ألقيت بين سنابك الفرسان. وسيد الوكيل واحد من هؤلاء الفرسان الذين ينطقون صافرة الحرب، فمنذ أيام هند أوائل التسعينات وحتى شارع بسادة منذ أيام قليلة وهو يتنقل بنا بين مفرداته قصة أو رواية أو نقدا، فهو قاص يمتلك أبعاد القصة كفن، وروائي مبدع وناقد صاحب نظرة ثاقبة وخيال موازن، بخلاف كونه باحثا نشيطا أسهم في وضع العديد من المعارف. أترككم مع كلمة القاص والروائي المبدع سيد الوكيل أمين عامل.